لماذا قررت القناة الثانية دوزام تأجيل عرض الموسم الجديد من برنامج المسابقات جزيرة الكنز؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. بشكل مفاجئ قامت القناة الثانية دوزام بنقل موعد عرض برنامج جزيرة الكنز في موسمه الجديد إلى شهر فبراير المقبل، مما أثار تساؤلات الجمهور حول أسباب هذا التأجيل، خاصة وقد تم عرض الحلقة الأولى من البرنامج، حيث كان من المقرر عرض باقي حلقات الموسم السابع من البرنامج في الأيام القليلة الماضية، ولكن تم تأجيله. وفيما يلي نذكر بعض التوقعات حول أسباب هذا التأجيل. مشكلات تقنية. هناك اقتراحات بأن هناك مشاكل تقنية قد تكون واجهت القناة فيما يتعلق بجودة الحلقات أو تقديمها بشكل مناسب. برمجة درامية جديدة. هناك احتمال أن القناة تخطط لبرمجة مسلسل درامي جديد في مكان برنامج جزيرة الكنز، ولذلك تم تأجيله. التضامن مع القضية الفلسطينية. قد يكون التأجيل نتيجة للتضامن مع أهالي غزة واحترام الأوضاع الصعبة التي يمرون بها بسبب القصف الإسرائيلي. استغلال نجاح المختفي. قد يكون القرار مرتبطا بنجاح مسلسل المختفي ورغبة القناة في استمرار جذب الجمهور إلى هذا المسلسل. اقتراحات لتحسين البرنامج. ربما تحتاج القناة إلى مزيد من الوقت لإجراء تعديلات على برنامج جزيرة الكنز بناء على اقتراحات وملاحظات الجمهور. هذه توقعات ممكنة لأسباب تأجيل البرنامج، ولكن القناة لم تقدم بيانا رسميا حول السبب الفعلي للتأجيل حتى الآن. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.